بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مساء الخير عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ أم واتق. كما راكم تشوفوا على بركة الله اللي راح نديروا المعارك ولا المسمى كما حبيتوا. أنا اللي حابة تحصل على نتيجة مضمونة 100%، نقول لك حبيبتي برك تبعي الفيديو وتبعي التفاصيل. واللي مازال ما اشتركت في قناتي فضلا وليس امرا حبيباتي ديروا لي اشتراك وفعلي الجرس هكذا باش يلحقك كل جديد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا المسمن تاعي ما شاء الله عليك كيفاش يجي مورق. طريقة مضمونة 100% على طريقة يما ربي يحفظها. لي زاستوس اللي راح نعطيهم لكم اليوم كامل، كانت علمتهم لي يما ربي يطول عمرها. ان شاء الله كل وحده تعلمت وعجبتها الطريقه ونجحت فيه تدعي لها دعاوي الخير ليها ماشي ليا. ان شاء الله ربي يطول عمرها ويحفظها ويرزقها حجه هي وبابا ان شاء الله، وجميع اباء وامهات المسلمين، وربي يرحم جميع اللي ماتوا امين يا رب. كما راكم تشوفوا المسمن تاعي مورق بطريقه عجيبه، صدقوني يجي ناشف بالبزاف، يجي بنين، ما يجيش كامل فيه الزيت. شوفوا تقدروا تقدموا بهذه الطريقه، راح نعطيكم برك فكره. كما راكم تشوفوا فكرة بسيطة. شوفوا اللون تاعو يجي دوغي، يجي هبل، يجي. راح نعطيكم بزاف لي زاستيوس خاصة في الطياب. برك خاصة حبيباتي المبتدئات تبعوا برك التفاصيل وتبعوا الفيديو للآخر. كما راكم تشوفوا بعد ما نكملوه مليح لازم تغلقوه بالبابي فيلم هكا ولا ديروا في ساشي يكون محكم الإغلاق، يعني تغلقوه مليح ما تخلوش الهواء يدخلوا، وديروا في الكونجيلاتور طبعا حتى يبرد حبيباتي. جامي تديروا المسمن تاعكم في الكونجيلاتور هو سخون حتى يبرد مليح. تفيلميوه هكا بالبابي فيلم ولا في ساشي وديروه في الكونجيلاتور. ديروه ما تكثروش في يعني في الباكي، ديروا غير 5 ولا 6 على حسب، ولا اذا عائله كبيره ديروا 10. كي تحبوا تجبدوا المسمن ولا تجبدوا غير حبه ولا زوج ولا قسمه تسحقوا تحطوهم فوق البوتاجي ميم با 10 دقائق يدي كونجليو. كاين اللي يحبوا يسخنوه في الفور ولا في المقله كيما حبيتوا. ليسونسيال راح يجي معكم بزاف جديد. ليسونسيال وقت ما كملتوه قسمه يبرد خبيوه، ما تخلوهش يبات يعني هكا يصبح لكم وما يجيش كيما اللي تخبوه في تمتم في الكونجيلاتور. أنا هذه هي الطريقة تاعي كيفاش نحتفظ به. على بركة الله نجوز أول مرحلة لي زانغريديون أو المقادير. عندي 2 كيلات سميد وكيلة فرينة. كما راكم تشوفوا الدقيق اللي حبيتو ديروا، أنا درت سيم رطب، والفرينة عادي تاع الدار يعني تاع الشكارة. تقدروا ديروا اي نوع عندكم. الحبيبات السميد يلعب دور بزاف كبير في المسمن. قدر ما ينجحلكش لانه الدقيق ما راحش يكون مليح. انا اللي نستعملهم نخدم بماما ومولا وسيم، هذو هما اللي نستعمل. اذا ما عنديش هذو صدقوني ما نديرش المسمن باسكو يعيي بزاف، فيه تعب كبير، تدلكي وتوجديه كامل بعد فينالمون ما يخرجلكش يعني شويه يعني حاجه تعيي شويه. واذا ما خرجكش نورمال عاودي ديري له شويه خميره وعاودي ديريه وديريه مطلع. ماذا بينا واحد ما يريسكيش، ديروه قباله بالدقيق يكون شباب. كما راكم تشوفوا ضفت له غير شويه تاع الملح وخلطوه بالماء يكون عفوا ماشي تياد، يكون عادي ملعين، ما تياد ما سخون، يكون ملعين عادي. كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه تاعي اللي ندلك بها انايا. اللي عندها بيتخا تقدر دير بالبيتخا، اللي تحب دير طريقه تاع الدبزه تقدر دير طريقه تاع الدبزه. ومن بعد راح نوريكم طريقه اخرى ايضا باش تدلكوا بها، كل واحد كيفاش يحب يدلك. كما راكم تشوفوا طريقه جد سهله، وخلوه يابس المسمن تاعكم يعني قسمه يريح ويندلك هكذا راح تلقاوه مليح. هذاك هو في الخبيز ما يعيكمش ما يجيش متلو. هذه طريقه ثانيه للدليك. كما راكم تشوفوا طريقه جد سهله، يعني كاين اللي يحب يدلك بهذه الطريقه فوق البوتاجي هكا ودلكوه شويه شويه وروحوا يعني روحوا ولوا ليه، ما تقعدوش عليه يعني المسمن ما يعطلش. ديروه وخلوه يريح وروحوا، ومن بعد عاود يولي ليه دلك شويه ويا رايحه بهذه الطريقه. المسمن حيباتي المسمن هذا ناجح 100%. راح نعطيكم بزاف لي جاستيس، تبعوني فقط
لي زاستيس كامل كنت رفدتهم عليه ما ربي يحفظها. يعني هذا مسمن على طريقة يما 100%. شوفوا بعد ما ريحة العجينة تاعي وندي كتشوفوا راهي عجينة وراهي شوفوا ما شاء الله تجي هايلة تجي تشهي كيما راكم تشوفوا. بعد ما ريح المسمن تاعي وعدي كنت درتو الصباح وقت جويت 8 هكاك 8:30 خلطته خليته يريح وقسما ندلك فيه ونعاود نروح ونولي ليه نروح نولي على العشاء لقيته يريح وطلق كامل روحه. بونيته كيما راكم تشوفوا معايا دوكم بوني في سنيوه كنت دهنتها بالزيت. بعد ما بونيته خليته يريح ساعتين. كما قلت لكم خليته يريح ساعتين. يعني وقت الظهر طيبته هكا يعني خذا راحته مليح مليح في الراحه وفي الرياحه مليح وزاد يعني خذا راحته مليح مليح هكا باش يجيكم شباب ويجيكم مرق وكي تكونوا تخبزوا فيه ما يعييكمش ينحل معكم بسهوله. شوفوا درت البلاطو تاعي بهذه الطريقه. يعني الحجم تاع المسمن حبيباتي دائما نقولها لكم ونعاود على حسب على حسب السنيوات عفوا المقله تاعكم ولا المري. مي حبيت نعطيكم استيوس على المري هذه استيوس طاتها يما ولقيت عندها الحق اني عندها كامل تفاصيل تاع المسمن. المري قالت لي ما يجيش المسمن فيه شباب وعلاش باسكو الجوانب تاعو مفتوحين يعني هذاك اللي هو هذيك السخانه وهذاك الزيت كامل تخرج. مي كديروا في الطاجين كيما تاعي ولا مقله ولا اي حاجه المهم ماشي لازم طاجين كيما تاعي. كاين كيما هو يكون شويه صغير عليه كاين مقله تكون ثقيله تكون شابه طيب مليح عندهم الجوانب مرفودين. هذوك الجوانب اللي مرفودين هذوك هما اللي يعاونوا المسمن تاعنا باش يتنفخ ويجي مرة باسكو السخانه تقعد تدور غير فما في الداخل. هذيك السخانه وهذيك الزيت يعاود يرجع للحبه تاع المسمن ما يروحش ما يسيحش كيما المري مفتوح راح يضربوا الهواء راح يعني تسيح منكم الزيت راح يجي اكيد صدقوني ما راحش يجي كيما تاع الطاجين. صدقوني كاين بزاف اللي ينجحوا في المسمن مي كيطيبوا في المري واستيس اخرى ثاني وعلاش ما ينجحلهمش المسمن. كاين اللي يديروه نورمال يديروه ينجحوا في الطريقه. كاين بزاف طرق ماشي لازم كيما هذه. ومن بعد واش يديروا كي يطيبوه ما يطيبوش على نار يعني هاديه يطيبوه على نار قويه راح يتبرقع لهم كامل هذاك المسمن ويجي مبرقع ما يجيش كامل شباب. يعني لاستيوس المهمه 90% من نجاح المسمن هي في الطياب. لازم تنقصوا للفرن ولا للطابونه ولا الحاجه اللي كطيبوا فيها نقصوا لها ابتيفو ماشي ابتيفو كامل ومشي زايد يعني ابتيفو شويه زايد عليه هكا راح يتجمر لكم ويجيكم محمر ويجي ما شاء الله. شوفوا الطريقه اللي نحل بها انا المسمن تاعي. تحلوا الخبزه تاعكم كامل بهذه الطريقه كامل واش كاين ما تخلوش كامل الجوانب هذوك خشان نجبدوهم هكا لتحت هذوك الجوانب بهذه الطريقه. يعني تسويو كامل ما تخليوش كامل هذوك الجوانب يعني ماشي ناقصين ماشي لاحقين للطرف. سيو جبدوهم كامل الطرف عاودوا رجعوا المسمن تاعكم بهذه الطريقه يعني الجانب الاخر جبدوه بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني نجبد فيها بيديا. لازم تغلقوا كامل هكا كي تغلقوا الحبه تاع المسمن تاعكم ما تلقاش كامل الهواء تلقى تقدر تتنفخ راح تتنفخ معاكم وتجي خفيفه وتجي مورقه. شوفوا بعد ما اغلقته مليح بهذه الطريقه طريقه جد سهله وواضحه ان شاء الله. شوفوا كيفاش يجيني كاري يجي ما شاء الله. تبعوا برك الطريقه حبيباتي خاصه حبيباتي المبتدئات. نجوز ندير معكم واحده يعني من الاول. شوفوا كيفاش ديروا دائما ديروا الزيت معكم برك بلا ما ننسى حبيباتي الزيت تاع المسمن جامي ديروا الزيت وحده. ايضا نجاح المسمن يعود للزيت. جامي ديروا زيت وحده راح تحرقوا ما راحش يجي بزاف بنين. صدقوني يعني طريقه مجربه ومن ناس كبار. تبعوني راح تنجحوا اكيد. دائما الزيت تاعكم ضيفوا لها 3 مغارف ولا 4 يكونوا كبار سمن ولا زبده. لازم صدقوني انا يما جامي
دير المسمن بالزيت وحده، اكيد راح يخرج ويجي نورمال، يجيكم مسمن عادي. مي اللي ما يعرفوش يتحكموا في النار واللي مقلقين وما عندهمش الخاطر باش يطيبوا مسمن دوغي، راح يتحرق لكم. وعلاش؟ باسكو الزيت تزفط، الزيت تخطف الحاجه، مي السمن والزبده راح يثقلوها، راح تتحصلوا على لون هايل. اولا اللون يكون شباب، ثانيا البنه تكون موجوده في المسمن باسكو الزبده والسمن اكيد تعرفوا باللي بنان على الزيت. ثالثا راح يثقل لكم هذاك الطياب، راح يجيكم بزاف بزاف اللون شباب، ويجيكم ثقيل ويجيكم ما شاء الله كما راكم تشوفوا. كنت درت هذا الفيديو من قبل نفسه، مي صدقوني ما عرفتش كامل كيفاش ما لقيتش الصون يعني ما كانش حاضر في الفيديو، ما على باليش واش خلطت فيه. يعني من الفيديو اللي حطيتها قبل هذه الصون ما كانش كامل في بدايه الفيديو حتى اخر الفيديو باش يجي الصون. يعني فضلت اني نعاود لكم الفيديو هكا باش كامل اللي يحبوا يجربوه ينجحوا في الوصفه، يسمعوني واش راني نقول، يسمعوا لي زاستيوس تاوعي. يعني 90% من نجاح المسمن هو في نجاح تبعوا لي زاستيوس. شوفوا حبيباتي كيفاش راني نجبد شوفوا كيفاش راني نجبد فيها. هذه جبدوها كامل للطرف للفوق بهذه الطريقه، ما تخلوهاش كامل مفتوحه بهذه الطريقه. صدقوني هكا تبعوا غير هذا يعني انا تبعتي ما ربي يحفظها، وانتم تبعوني وان شاء الله في ميزان حسناتها هي ان شاء الله يا رب العالمين. تعلمت منها حوايج بزاف يعني ثقال ورمزيين، يعني ماشي اي وحده تعلمهم لك، ماشي اي وحده تعرف لهم. ان شاء الله ربي يحفظها لي ويطول عمرها، امين يا رب. كما راكم تشوفوا نزيد معكم وحده باش تفهموا مليح مليح، خاصه حبيباتي المبتدئات نشجعكم باش تتبعوا هذه الطريقه، اكيد راح تولوا محترفات في المسمن، خاصه اللي يديروه مشروع. صدقوني مشروع هايل، مشروع مربح، تخرجوا فيه بزاف بزاف، خاصة للأعراس ولا المناسبات واللي يديروا عندكم لي كوموند. تبعوا برك الطريقة. والحاجة المهمة دائما تخيروا الدقيق يكون مليح. كما قلت لكم أنا نخدم بالسيم ولا مولا ولا ماما. كانت مثلا كي كنت معاها كنا نديروه من ذاك بدقيق تاع القمح، ماشي ديروه وحده بدقيق تاع القمح، لا نخلطوا دقيق تاع القمح مع السميد مع شويه تاع الفارينه، يجي ما شاء الله، يجي بزاف بزاف بنين ومورق. مي كل قمح وكيفاه. اذا اللي عندهم القمح وحبوا يديروه صحي سيو عبر يكون صغير. اذا نجح معاكم ولو ديروا به المسمن، باسكو القمح ماشي كامل كيف كاين اللي فيه العلق وكاين اللي ما فيهش، هكا باش ما تغلطوش حبيباتي وباش ما يعييكمش. كما قلت لكم انا صدقوني كما راكم تشوفوا انا يا الحمد لله راني متمكنه منه مليح. ومن ذاك يعني نجيب دقيق وبرك، يعني نقول بالك يجي صدقوني واحد المره والله ما نجح لي. يعني عياني بزاف، وليت انا نفتح العجينه هذيك وهي تتفتت ساعه في خبزه زوج ثلاثه، من بعد درت له شويه خميره ورجعته مطلوع. من هذاك النهار ما وليتش نغلط، ما وليتش نعيي كامل روحي، ماذا بينا نتهلا في صحتنا شويه. وليت ندير دقيق السيم، دقيق مولا، دقيق ماما الرطب، سينو ما نريسكيش، ما نديرش، ما عنديش ما نديرش. هذه هي. شوفوا بعد ما كملت هذوك يعني بعد ما نطوي كامل المسمن تاعي، يعني انا هذه هي طريقتي. كاين بزاف اللي يديروا كيما ربي يحفظها، تخبز ومامتو راهي طيب، تخبز ومامتو راهي طيب. انا كنت ندير هذه الطريقه تاعها، مي دوكا ما على باليش علاش وليت ندير نفضل هذه الطريقه. يعني نخبز كامل المسمن تاعي، نخبزو ونحطهم كامل يريحوا. ولا كنت درت كونتيتي بزاف بزاف كبيره ما تقدروش تخبزوهم كامل، نخبز غير بالعشرة، نخبز 10 ونخليهم يريحوا. ومن بعد كي نكمل هذوك العشرة نطيبهم نعاود نحلي بقاولي هكا باش ما يطلقش روحه ويجي بزاف هايل يجي مورق. شوفوا نجيب الخبزات كي تخلوهم هكا يريحوا تلقاوهم يريحوا، تلقاو هذاك السمن ولا الزبد تاعكم جمدت. وكي تجمد واش من النتيجه تعطيها لكم؟ كي تجمد راح تمشي معاكم فاسيلمون. شوفوا كيفاش راني نخبز في الخبزه تاع المسمن تاعي، راني نخبز فيها بطريقه جد سهله، راهو يمشي معايا فاصل. ما قادره بهذه الطريقه نعاود نحلو ترونسبارونت، يعني تلمو راهو ريح مليح وراهو مدلوك مليح والدقيق يكون شباب. صدقوني هكذا نقدر نعاود نحلو كامل واش كاين. شوفوا يعني عينكم ميزانكم كيفاش ديروها مربعه، سيو ديروها مربعه. شوفوا كيفاش كي تحطوها في الطاجين، يعني كي تحطوا في الطاجين المسمن تاعكم سيو دائما سويوه في المقله، يعني ستفوه مليح مليح.
دوك نعطيكم طريقة، يعني طريقة جد سهلة. اسوي وحطوا كي تحطوا المسمنة تاعكم في الطاجين تشوفوا معايا بهذه الطريقة. يعني لازم تكونوا خاف، لازم تخافوش النار. شوفوا كي تحطوا، شوف فاش حطيتها دائما تجبدوا لها الجوانب اللي كون تاعها بهذه الطريقه، ما تخلوهاش يعني ماشي مربعه، يعني ربعوها بالسيف عليها. ما تحطوها مخسره، جبدوها غير بيديكم. شوفوا بعد نرش عليها غير رشه خفيفه تاع الزيت. صدقوني المسمن هذا ما يجيش كامل معمر بالزيت، يجي ناشف اون ما درتولوش كامل الزيت. تلمولي ما نديرلوش بزاف الزيت في الطياب وما كي تكونوا تخبزوا فيه، ندير يعني قيس قيس. شوفوا من بعد غير ينشف، غير ينشف هذاك المسمن نعاود نقلبو. شوف كشاو يتنفخ معايا ودوروه بهذه الطريقه. شوفوا كشاو يتنفخ، يجي ما شاء الله هذا المسمن. تبعوا برك الطريقه حبيباتي اللي يحبوا ينجحوا فيه. كما راكم تشوفوا نبقاو نقلب بهذيك الطريقه، يعني دائما حركوا بيديكم بهذه الطريقه. واللي ما عندهمش القدره باش يخلطوا حاجه سخونه، كاين بزاف. كون نوريكم واحد العفسه تشوفوها كاين، وتقدروا ديروا بمغرفه هذيك الكاريت راح تعاونكم ترفتوا بيها. ولا يعني البلاصه اللي بتكونش طايبه تكون خضراء، عبزوا بها على بهذيك المغرفه. في البلاصه اللي ماشي طايبه عبزوا على الخبزه تاعكم فوق الطاجين، راح يحمرها وراح تجي ما شاء الله. شوفوا بعد ما يعني خذ اللون من جهه، انا مازال ما كملتهاش. انا نحب المسمن تاعي يكون دوغي، ما نحبش كامل هذاك المسمن المحروق ولا المسمن يكون خضر. كما تشوفوا هذه اللوحه اللي وريتها لكم، يعني شوفوا بعد كي تشوفوا جهه ماشي طايبه ولا جهه تكون عيانه، ولا دي فوا الطابونه ما تكونش مريقليه مليح. دي فوا يكون الريح، اذا كنتوا طيبوا في البالكون ولا كي يكون الريح ما تقدروش ما يجيكمش على وجه واحد. تسمى دائما عاونوا روحكم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا المسمن تاعي كيفاش راهو مربع، يجيكم مربع، يجيكم يعني يهبل متحوف ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هاد الطريقه اللي درتها اني نرفد المسمنه ونمسحها على الجانب كامل تاع الطاجين، ايضا راح تعاونكم بزاف باش يتنفخ معكم المسمن. ميم هذاك الزيت كتشوفوا هذاك الزيت اللي راهو سايح لي في طرف تاع الطاجين، لو كان جمري، لو كان هذاك الزيت راهو طاح يطيح لكم ويسيح منه ولا يسيح على الطابونه. مي الطاجين دائما يرجع هذاك الزيت للمسمن. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شاو يتنفخ معايا، يعني يتنفخ معايا بطريقه رائعه. دائما دوروا بهذيك الطريقه، دوروا ومسحوا المسمن، حكموا حبه تاع المسمن ومسحوها كامل على الجانب تاع الطاجين باش هذيك الزيت تعاودوا تدخلوها تحت المسمن. شوفوا كشاو يتنفخ معايا. ان شاء الله تبعوا الطريقه حبيباتي، وان شاء الله تنجحوا فيه. ان شاء الله يجيكم، ان شاء الله يكون الشرح تاعي واضح. شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللون اللي تحصلت عليه. يعني قد ما تحركوا بيديكم ولا عاونوا روحتكم بالمغرفه ولا باللوحه، قد ما تجيكم سهله وتجيكم الخبزه تاعكم محمره من جميع الجوانب. شوفوا التحميره اللي تحصلت عليها انا، تحميره ما شاء الله. شوفوا كش راني نعاون روحي كي نلقى جهه ماشي طايبه ولا جهه مازال ما تحمرت ليش. يعني انا جينيرالمون الطاجين تاعي طيب لي على وجه واحد، مي اليوم كاو الريح سما شغلاوي يخطف لي في النار. اني نعاون في روحي بهذا اللوحه هايله، يعني ساعدتني بزاف. ما تقدروا ديروا بها كي ديروا الفطير ولا المطلوع، وتكون الطاجين تاعكم يطيب من جهه ولا زعما في الوسط ما طابتش مليح، ولا دائما عبزوا في الجهه اللي ما طابتش. كي تقلبوا راح يجيكم بزاف ساهل وراح تحمر لكم مليح. شوفوا المسمن تاعي كيفاش راهو مرق، راهو منبل ما شاء الله. كما راكم تشوفوا طريقه هايله، طريقه جد سهله. ان شاء الله تتبعوا الوصفه والطريقه وان شاء الله تنجحوا فيه يا رب. كما راكم تشوفوا كنت درت حبيبات للعيد ان شاء الله. هكذا الناس اللي ما عندهم السكر ولا كاين بزاف الناس اللي ما يحبوش لي غاتو يلقاو حاجه ياكلوها. ما من الاطفال الصغار كما انا ولادي يموتوا على المسمن. سيو ديروها يعني عجنه صغيره، قسمه ديروا واحد 15 حبه ولا 20 هكا، تحطوا له ضيافكم وتبهيوا الطابله تاع العيد ان شاء الله مع الاهل والاحباب. ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا، ان شاء الله نجتمع مع كامل الاهل والاحباب. ان شاء الله ربي يبعد علينا كل الاذى وكل السوء، امين يا رب العالمين. ونشوفوا الفرح كامل في هذا العيد ان شاء الله.
كيما راكم تشوفوا الطريقه اللي تحصلت عليها حبيباتي. قبل ما ننسى، قبل ما يخلص الفيديو، كي طيبوا المسمن تاعكم جامي تحطوا خبزه فوق خوتها. دائما انا شوفوا كيما انا فرشت كامل هذاك الفلقه تاع المطلوع ونبدا نرمي بالخبزه، جامي تحطوا خبزه فوق خبزه. هكا راح يعرق لكم المسمن تاعكم وراح ما يجيش شباب. مي كي تفرشوه كامل هكا كيما يعني طريقتي ما انا شوفوا واش طيت لكم اليوم، صدقوني ما بخلت عليكم بحتى استوس. كامل لي زاستوس تعلمتهم مني ما ربي يحفظها ان شاء الله في ميزان حسنات. ادعوا لها بالخير يا رب، ادعوا لها بالصحه. قلت لكم فرشوه كامل هكا، غير ينشف يبرد، ينشف كي تكملوا المسمن تاعكم ويبرد لكم، ديروا فوق بعضها هكا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد خبيوه كيما وريت لكم في البابي في البابي فيل ولا في ساشي كيما حبيتوا. ليسونسيال تكون محكمه الاغلاق وديروا في الكونجيلاتور تاعكم بعد ما يبرد. تحياتي لكم، صحه فطوركم والسلام عليكم.